السلام عليكم. انا جاي اتكلم النهارده في موضوع انا ما كنتش حابب ان انا اتكلم فيه، بس بصراحه ما قدرتش ما اتكلمش فيه. يا جماعه، في الوقت اللي كان فيه هدايا وملايين بتتوزع على لعيبه منتخب مصر، في ناس في نفس الوقت ده مش لاقيه تاكل. في ناس جعانه، في ناس حرفيا مش لاقيه. يا جماعه، انا جاي اسال سؤال واحد: ليه في ناس الزياده عندها بتترمي، وناس النقص عندها بيموت؟ يا جماعة، محتاجين نحس ببعض. زي ما منتخب مصر فرحنا وشفنا ما شاء الله، يعني ربنا كرمهم بملايين وعربيات وشاليهات. يا جماعة، يا جماعة، زي ما الناس وقفت جنبكم وساعدتكم ودعت لكم من قلبها، انتوا كمان اقفوا جنب الناس، ساعدوا بلدكم. ليه كل واحد فيكم، احنا بنطلب منكم بكل حب، كل احترام، كل ادب، كل ود، نطلب منكم ليه مش كل واحد فيكم يقتطع جزء وتعملوا مشروع قومي لبلدكم، للناس، للغلابة، للمحتاجين؟ صدقوني محتاجين نحط ايدينا في ايد بعض عشان بلدنا تطلع لقدام والدنيا تكون افضل، عشان مستقبلنا كلنا يكون احسن. واوعى حد يقول لي اللعيبة دي محرومة، واللعيبة دي لا بتشرب ولا بتاكل ولا بتتفسح ولا عندهم استقرار عائلي. محدش يقول لي الكلام ده. ليه بقى؟ لان ده كلام انشا، والدليل على كده بالمنطق وبالعقل. ارد عليكم في نقطة نقطة: الشرب والاكل. تمام؟ ده ايه يعني؟ ليه محرومين من حاجات معينة في الاكل والشرب؟ مش عشان لياقتهم البدنية، مش عشان صحتهم، يعني عشان يكونوا احسن. يعني هو يعني حاجة مش محروم منها، لا ده هو اللي بيختار كده. في حين بقى ان في ناس مش لاقية اساسا اي حاجة، في ناس مش لاقية اي حاجة. فانت بتقارن ايه بايه؟ طيب بتقولي ان هم ما بيتفسحوش، ما بيخرجوش. يا جماعة، هو مش في نهاية كل موسم اللعيبة دي بتاخد اجازة؟ بتتفسح وبتخرج وبنشوف صورهم وبنقول اللي في الساحل واللي بره مصر واللي مش عارف ايه، عايشين حياتهم، يعني مفيش مشكلة. انتوا ليه يعني ليه عايزين تحسسون انهم مساكين وغلابة؟ ليه يعني؟ عادي زيهم زي باقي الناس يعني، بل بالعكس، في ناس كتير جدا مش عارفة تعمل ربع اللي هما بيعملوه ده. فمحدش والنبي يحسسني ان يعني الناس دي يعني محرومة. تقول لي الاستقرار العائلي، الاستقرار العائلي؟ طب ما الناس كتيرة جدا شغالين بره، مصريين، بيقضوا سنة ولا سنتين وينزلوا شهر شهرين اجازة، يخلص ورق ويفسح اهله ويبقى عنده استقرار عائلي، وكل ده في شهرين. مطلوب منه يتشقلب في شهرين، ده بالكتير يعني لو خدهم شهرين على بعض. فما حدش يقول لي ان الناس دي محرومة. والله يا جماعة، احنا لا جايين نحسبكم ولا جايين نحقد عليكم ولا اي حاجة خالص. احنا جايين نطلب منكم بكل حب ان انتوا تقفوا جنب بلدكم زي ما بلدكم وقفت جنبكم، زي ما الناس كانت بتدعي لكم من قلبها. ساعدوا الناس زي ما الناس ساعدتكم ودعت لكم. وبالنسبة بقى للناس اللي كانت بتوزع الهدايا والأموال والحاجات دي، ربنا يبارك لكم ويزيدكم انتوا رخرين. بس نفسنا يعني كنتوا تعملوا حاجة برضو للبلد وتسموها باسم، يعني اعملوا مشروع قومي سموه باسم لاعب من المنتخب تكريما له مثلا. ليه يعني ما يبقاش في فكرة زي دي؟ آه، مش عارف، بس انا يعني حسيت ان لا يا جماعة، لازم نراعي مشاعر الناس، لازم نراعي مشاعر الناس الغلابة. في ناس غلابة كتير، الناس محتاجة حد ياخد بإيديها ويساعدها، وانتوا تقدروا. طب ليه ما تعملوش ده؟ سؤال بسأله لكل واحد معايا في الفيديو لغاية دلوقتي:
لو انت كنت مكان واحد من لعيبة منتخب مصر، كنت هتعمل ايه بالفلوس؟ وكان هيجي على بالك انك تعمل اي حاجة للناس الغلابة؟ يا ريت يا ريت تكتب لي في التعليقات وانا هشوف كل التعليقات. عايزين نشوف عايزين نشوف الناس هترد تقول ايه. لو وصلت معايا لحد هنا وعجبك الفيديو، ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة، ودايما نلقاكم بكل خير. السلام عليكم.